في الأيام دي تحديدا أنا شايفة حالات النزلة المعوية كل يوم بتزيد أكتر من اليوم اللي قبله، والسبب مش بس الحر، لأ، من ضمن الأسباب اللي بتلعب دور رئيسي هي فاكهة الصيف، خاصة لو انت جبتها قبل أوانها. عشان كده في الفيديو ده هكلمك عن النزلة المعوية، ايه هي أعراضها، ايه هي علاجها. نيجي بقى نشوف ايه هي أعراض النزلة المعوية. أعراض النزلة المعوية ممكن تكون إسهال، ممكن يكون في حرارة، ممكن يكون في وجع في البطن ومغص شديد، ممكن يكون في ترجيع، وكل ده مش مشكلة إطلاقا. لكن المشكلة اللي عندي الرئيسية هي في عرض اسمه الجفاف. الجفاف دي أكبر مشكلة لمريض النزلة المعوية. وخليني أقول لك بقى المعلومة الصح علميا، وهي إن 70% من أسباب النزلة المعوية هي فيروسات مش بكتيريا ولا طفيليات. نيجي بقى للعلاج اللي هو أهم حاجة في الفيديو ده. أهم حاجة في العلاج هي إن أنا أعالج الجفاف اللي هو المشكلة الكبيرة قوي اللي بتقابلني في مريض النزلة المعوية. أعالج الجفاف ده إزاي؟ أعالج الجفاف بإن أنا آخد راحة تامة في البيت وأريح، وأشرب سوائل دافية، وأشرب شوربة حلوة كده وعليها عصرة ليمونة كويسة، وآخد مثلا محلول معالجة الجفاف من الصيدلية. ليه؟ عشان أنا عايزة أعوض نقص البوتاسيوم والصوديوم والجلوكوز اللي نقص في جسمي نتيجة الترجيع أو الإسهال اللي حصل نتيجة النزلة المعوية. طبعا نعالج الأعراض بقى، لو في سخونية ناخد خافض للحرارة، لو في ترجيع ممكن نوقفه سواء باللزقة زي الأوندالينز أو ناخد حقنة زي الدانست. وطبعا كل ده لازم نسأل الطبيب المعالج، ده في حالة الأطفال الصغيرين، وفي حالة الكبار لازم فورا نروح لطبيب، او لو لجأنا للصيدلي في الصيدليه هو هيفيدك ويرشح لك المناسب ليك. وطبعا ممكن ناخد مطهر زي النازوكسايد او الانتينال، بس لازم برضو نلجأ للطبيب او للصيدلي، ما تاخدش حاجه من مزاجك كده وخلاص. وفي حاجه بقى اثبتتها الدراسات الاكلينيكيه الحديثه، ودي ناس كتير قوي ما تعرفهاش، ان مكمل الزنك وجد ان هو بيقلل الاسهال بنسبه 25%. فلو عندك مكمل زنك في البيت ارجوك خده كمان اثناء فتره العلاج. في نهايه الفيديو اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات دي. كانت معاكم دكتور سيلفانا يسري من صيدليه دكتور ماجد خيري. ما تنسوش ان فاكهه الصيف ناخدها واحنا في عز الحر وفي عز الصيف، مش في بدايته، ونأخرها على قد ما نقدر عشان نتجنب النزلات المعويه سواء لينا او لاطفالنا. دمتم بصحه وعافيه.